السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم بنات معايا اليوم في قناتكم فضاء المرأة مع سعاد. جاموا تعليق للفيديو باش القناة نتاعنا تحقق نسبة كبيرة من المشاهدة. كما راكم تشوفوا عندنا قندورة، يعني الحق ربي تعبتني بزاف 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 بزاف. المهم الحمد لله نالت رضا الزبونة. نروحو نشوفوا الطريقة. خيط معكم قندورة كما راكم تشوفوا. نحتاجو نمقص اكيد، يعني حاجه صعيبه في الخياطه. الميطره، ستيلو ولا طباشير. عندنا الخيط يكون زي الكتان، وعندي هذو اللي راح نزين بهم كما راكم تشوفوا. شريت لي كولار اللي كاينين في القندوره في الكتان، هذو ب500 الوحده. وعندنا هذا الدوبلر. عندنا اولا حاجه هذا الكتان، ما باليش كيفاش يقولوا له، لكن انا شفتو في عفوا يقولوا له الشاش، يعني في دول اخرى يقولوا له الشاش. حنا عندنا ولا ما على بالي كيفاش يقولوا له، مسلين ولا ما نعرفش. هو رغيف يعني، تسمى لازم له الدوبلر يديروا به الحجابات، يديروا جي ناظر يعني تاع برا. بصح انا هذه حنديرها بالنور تاع الدار. كاشكال هنا مولاتو شات لي 3 مترات، وهذا الدوبلر تاعو اللي يجي تحتو. هذا على ما اعتقد قالت لي 1.5 متر. كنت لحتهم في زوج في الماء باش هذا اكيد ما يشربش، لكن هذا ما نعرف ممكن يشرب. هذا يجي تحتو. واش راح ندير؟ راح نفصلو كيما قلت لكم القندوره هذه كاشكال. راح نفصلو هذه كيما نفصلو الزدر، راح نفصلو هذه. راح نشوف انا نعدل الكتان تاعي، نحلو نعدلو كامل ومن بعد نرجع لكم. دروك كيما راكم تشوفوا البنات، بعد ما حطيت طبقت انا القماش تاعي كامل على درتو في الطول حنا في الطول فيه 3 مترات، درتو على 3 مترات كامل. سما هنا يعني طبقته في العرض عندنا 150، سما ولات لي 75 يعني من هنا لهنا 75. كيف قسمت انا الكتان تاعي؟ مولاتو بغات بالفولا، درت لها انا فولا من التحت. هذا الامامي وهذا الخلفي. كل شريط درت فيه 50، يعني من هنا لهنا درت 50. 50 الاولى هذه ويرا ستيلو، وهذه 50 الثانيه. اسمها هذه الفولا تاع الامام وهذه تاع الخلف. من بعد واش درت؟ نمشيو بالعقل. هنا زدت حسبت من هنا لهنا، مشيت بالكم الصوره ولا هكا. هنا وراكم تشوفوا هنا في الخط 8 متر من الخط هذا للخط هذا زدت 50. هذه راح نفصل فيها الزدر، يعني الامام والخلف. هذه من بعد راح نطبقها هكا على 2 ونفصل الامام والخلف. هنا عندي هنا كاشكال. من بعد هذيك الطرف هذاك اللي يلزق في كيما نقولوا يلزق في الزدر، ومن بعد تلزق فيه الفولون هذيك، درت فيها انا 80 سنتيمتر. يبدا من هنا حتى لهنا درت فيه 80 سنتيمتر هكا، يعني يجي. المهم حنا نقيسو القيس نتاع القندوره تاعنا 150 ونحسبو. اكيد هنا فيه تقسيمات بزاف، يعني كل تقسيمه مش كيما القندوره كي تعود مجموله راح ديري 150 وتقصي كتان. هنا بما انه فيه تقسيمات، فيه الفولون، فيها تقسيمه عند الصدر، عند الخصر، فيه هذاك راح يزيد ياكل في الخياطه كيما نقولوا. يعني انا فوق هذا كل زدت تقريبا هنا 20 سنتيمتر. عندي من هنا لهنا درت كيما قلت لكم ها هي كي درت من هنا لهنا درت 80 سنتيمتر، يعني الجيبه اللي تلزق في الخصر درت 80 سنتيمتر. بقى لي هذا هو الطرف اللي بقى لي كيما راكم تشوفوا من هنا لهنا.
قريت قريب واحد 78 سنتيمتر. هذا اللي راح ندير به الكتان، عفوا ندير به الذرعين والحزام. قالت لي ديري لي حزام يكون شويه رقيق. المهم انا نقص هادو ومن بعد نرجع. درك البنات هذه هي اللي بقات لي تاع الذراع، حنفصلوا فيها الذراع ونفصلوا فيها الحزام. هذه نخليوها حتى من بعد نفصلوا الزدر. مكونش ما كاين اخطاء في الزدر نعوضوهم. وهذو الفولا اللي تجي من تحت خليهم هكا مع بعضهم باش ما نغلطوش فيهم. وهذا الجيب كما قلت لكم انني ماركيت فيه هنا الجيب باش ما نغلطش، درت فيه 80 سنتيمتر. هذا من بعد حتى نفصلوا الزدر ومن بعد نطبقوه كيما هكا وناخذوا القياس نتاعو كيما نقولوا. هذا ثاني خليه عاجب. الخدمه الكبيره راح تكون في الطبطين وراح تكون في الزدر كيما نقولوا، يعني في الكاشكار. واش راح ندير انا مادرتش راح نرسم زدر هكا، راح نقسمو على 2. راح نحل هنا وين راه مغلق، راح نقسمو على 2، نعدلو قد ونقسمو على 2 طرف واحد. يعني شغل كيما نقولوا طبقنا كيما هكذا. حنا كي نطبقو هنا حنفصلوا الامام والخلف. حنا كي نطبقو هكا على 4 حنفصلوا الامام والخلف. انا حنفصل الخلف برك لانه الامام تاعي زين. راح نقسم كيما قلت لكم الكتان كيما هكا وندير القياسات نتاعي في الخلف ومن بعد نشوفوا كيف راح نكمل. كيما تشوفوا البنات بعد ما قسمت انايا القماش تاعي كيما قلت لكم على نورمالمون هو على 4 وانا قسمته على 2. سما هذه تاع الامام اللي حندير بها الكاشكر، مام الطبطان تاعها قسمته كذلك. وهذه نتاع الخلف تاعي كنت انا ديجا درت كيما نقولوا قياسات وحطيت القماش تاعي على الطبطان الدوبلور تاعو. وراح نشوفوا كيف درنا القياسات. عندي هنا الرقبه من هنا لهنا درت 8. نقدم لكم هكا شويه. من هنا لهنا درت 8. عرض الكتفين درت 21. هبط بهنا ب2 سنتيمتر. والعمق تاع الرقبه هنا درت 5. ممكن نديرو 4. هادي هبط هنا بحردة الإبط او احنا نقولوا قائم الظهر، هبط ب23. عندي محيط الخصر 32. وعندي محيط محيط الصدر 32. وعندي محيط الخصر 32. يعني هو جاني عندي محيط الصدر عندي 116 تقسيم 4 زائد 3 سنتيمتر. هي خرجت لي 32. انا درت زدت وحده. المولات هذه ما تقول لي وسعي لي شويه، زدت درت 33. وهنا تاع الخصر مع لي بانس وهذاك خرجت لي سمحت هي 33. يعني بس كيف هبط كيف ودرت لي بانسات تاعي هنا كما راكم تشوفوا. هذه تاع الظهر درت فيها 13. قادره نزيد فيها من بعد نكملها من الجهه السفليه عفوا. وطلعت هنا ب2 سنتيمتر. درت حدة الإبط تاعي هنا كما تشوفوا. من هنا لهنا خرجت ب4 سنتيمتر ورسمت الحدة. تاعي بهذا كما موالفه. نعد لكم اللي ما عندوش يرسم بيدو عادي، يحاول بركاش يدلها مش يرسم شرط. المهم كما قلت لكم انا حطيت البطان راح نقص بهذه الطريقه بعد في زوج مع بعضهم ونعاود نعدل لي بانس كامل. كما راكم تشوفوا البنات انا بعد ما قصيت هذه وحطيت لي بانس تاعي مام هنا في نتاع الطبطين هذا حددت لي بانس
حنظم به. حددت له لي بانس، راح نخيطهم. هنا خرجت ب12.5 ومنها ب12.5 وزيد من التحت ب12.5 12.5، يعني البانسه تاع الخلف فيها 25. هنا الطول الكلي مانيش راح نحددو نتاع القندوره، لانه ممكن نقص انا من هذه حتى نخيط نلصق هذه في هذه ونشوف طاش الطول الكلي ومن بعد نحدو. وجدت الكاشكور تاعي كيما راكم تشوفوا. هذا الكاشكور تاعنا وجدناه. منعطيكمش طريقه لانه مانيش نلقى بزاف تفاعل في الفيديوهات، مانيش راح نعطيكم. ولا بغيتو يعني بعد ممكن نشرح لكم على الورقه بطريقه مبسطه جدا جدا جدا، ولا نعطيكم طريقه يعني اللي قريناها. هذا تاعي ثاني حتى هو حنحدد له لي بانس تاوعو، نخيطهم ونزيد ندير له التبطين تاعو، ونحدد له لي بانس وبان نشوفو كيف نخيطوه منا. عندنا هذا الجيبه هذه يعني اللي راح تلصق في الزدر. هنا ما انا مش راح نقص فيها، جيست منا برك هكا ونمشي هك ونمشي قد مع الكتان باش نحل هذه اللي مقفوله هنا. الكتان صعيب في الخدمه ويتحرك ويدير بالذرع باش اللي قلت الكاشكور تاعي كيما قلت لكم. من هنا نرسم لي بانس تاوعي منا يجيو منا من الامام ومن الخلف كما راكم تشوفوا. المهم انا ندير هاد الخطوات كل كما راكم تشوفوا البنات. بعد ما خيطت انا الدولار تاعي مع الكتان كنت درت لي بانس كل هذا وحدهم وهذا وحدهم، وخيطت هنا الرقبه كما هكا، ومن بعد كرونتيتها باش كي نقلب تجيني قد وحددتها. خيطت على بعد 1 سنتيمتر من الداخل ومنها غير على جيست على الرقبه قد كيما هكا، وحددتها مليح. ومن بعد زدت خيطت هذا كيف مع الدوبلور تاعو كما راكم تشوفوا. يعني درت نفس العمليه، خيطت غير من الجهه هذه منا برك ودرت لي بانس كما راكم تشوفوا. راح نحاول نعدل هذا على حساب الخلف ونحافظ على نفس القياسات. هنا لي بانس راهم يجيو مع لي بانس قد كيما راكم تشوفوا. هنا قد وكش ما يكون زايد ولا نحيه. هنا قد عندنا هذا هو المنتصف تاعنا اللي راح نعدلو عليه الرقبه منا. العمق هنا نحاولوا ما تكونش عريانه بزاف. المهم انا ندير الخطوات هذو ومن بعد نرجع لكم نشوفوا طاش كيفاش كيما تشوفوا دركا فصلنا الذراع تاعنا. انا الطول هنا عندي يعني مولاتو باطو ما يكونش طويل بزاف، يعني عند الكعباره كيما نقولوا حنا. انا القماش تاعي فيه 37، غنديرو كل هذاك هو ينقص منا يولي لها قد من هنا لهنا هبطت كيما راكم تشوفوا في الخطاب، هبطت ب16 سنتيم. عينت هذا الخط المستقيم هذا تاع حفظة الإبط، قصت حفظة الإبط لقيتها 29، حطيت من النقطة هذه النقطة هذه 29، عينت المنتصف عفوا، وعينت منتصف تاع المنتصف ورسمت، خرجت بواحد منا ورسمت الأس. هنا العرض راح نديرو كل حنقص هكا شويه هكا برك باش يجيني الدراع شويه مفصل. هنا الكتان راه مطوي على 4، يعني راح نطبق زوج منا الجهه المغلقه. نقص انا الكم تاعي، هذا هو الكم تاعي بعد ما قصيتو. نحصل على كمين كما راكم تشوفوا.
حنزيد نقص في الامام هنا هكا شويه باش تجيني من دايره. نوريكم نتاعنا راح نكرونطي هنا في المنتصف. من بعد كيما راكم تشوفوا البنات، بعد ما خيطت انايا الكشكر تاعي ولزقت له الذرعين، راح ندير لهم هنا لاستيك. انا ما يوريكمش هنا، من بعد راح نحكم هكا الخياطه باش تجي ضيقه كيما نقولوا، مش راح تجي مستعكمه هكا. ثم نخيط هكا برك باش نعرف القيس. راح نخيط لي بانس هنا كيما راكم تشوفوا، هاي جيست معها خيط لي بانس تاع الامام ونتاع الخلف. عفوا. من بعد راح نحكم الخياطه هكا باش تجيني رقه وضيقه. ومن بعد نلصق هادو، نلصق لها الشرشيف هذاك من تحت. راني نضرب شي الكتان من بعد باش نلصق لها الفولا هذه. راح نخيطها ونسل الخيط هكا، نخيطها منه ونسل الخيط ونلصقها في هذيك اللي من تحت. من بعد نشوفوا الطول الكلي، اذا كان جاتني طويله راح نقص من هذه، ولا نحكمها هنا بزاف في الخياطه. هي قالت لي حكمي لي هنا بزاف في الخياطه، نحكم لها هنا بزاف في الخياطه، كان 1 سنتيمتر على الاقل 2 سنتيمتر. ومن بعد المهم انا ندير الخطوات هذو ومن بعد نرجع لكم. كما راكم تشوفوا البنات، هذه هي القندوره تاعي بعد ما لصقت لها الفولون من تحت ودرت لها الدوبلر. ذرعين برك جاوها شويه ضيقين، ممكن نشات الكتان راح نعاودو منها. للاسف الكتان ما كفانيش، القندوره تعبتني لكن الحمد لله كانت نتيجه يعني مرضيه. طلبتي حبيبتي بالصحه والهنا. جيم وبارطاج لي الفيديو، اللي ما فهمتش حاجه يحطها لي في التعليقات.